افتح. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملنا شنطة وتقفل بالكهرباء. افتح. افتح. بنفس الكالون. اولا هنجيب القربة ونثبتها هنا كده، طالع من القربة طرفين، طرف هيتربط في الصاج نفسه سالب، والطرف التاني الموجب هناخده ونطلع بيه قدام عندنا. تمام. طيب القربة متوصلة بالكالون، انا عامل اللسان ده في الكالون، لحمه في الكالون. تمام، مخليه سلس وسهل معانا. افتح بالشكل ده كده. ده الكالون بتاعها ما اتغيرش ولا اتغير فيه اي حاجه، احنا زودنا له الحته دي. تابعوا معايا اعرفكم ازاي احنا عملناه. ماشي. اولا ده كالون نفس اللي معانا هناك. تمام. ده الظهر بتاعه اللي هو بيبقى راكب فيه المفتاح هنا، القلب بيبقى راكب هنا، وده الوش بتاعه اللي هو بيبقى ظاهر لينا. طيب احنا ازاي هنلحم السيخ الحديد؟ لحظه واحده تابعوا معايا. اولا ده اللسان اللي هو بيتحرك، هنلحم فيه من هنا سيخ حديد زي المسمار، زي المفك كده ما انا حاطه، هيتلحم بالحام بنطتين لحام من هنا. بعد كده بعد ما يتلحم هتسخن على اللحام على السيخ الحديد ده، وتعمله تانية لحد ما يجي معاك يبقى بالشكل ده كده. هتفضل تلف فيه لحد ما يبقى بالشكل ده، هتقصه لمسافة توصل لهنا. تمام. بعد كده هيتخرم خرم ويتوصل بالقرب. طب احنا ليه ما عملناش هنا صامولة بس وشدينا؟ ما عملناش صامولة هنا او خرم هنا وخلاص وخرمنا وحطينا القربة ليه؟ لان كده عزمها هيبقى ضعيف قوي، والقربة ممكن تفتح وممكن لا. انما احنا خدنا المسافة دي كلها عشان نسهل الفتح على القربة، ان هو يبقى القربة سهل عليها ان هو يفتح الكالون، لان الكالون بيبقى شديد، ده النوع ده شديد شوية. الحل الوحيد ليها ان احنا نطول السلاح كده شوية. تمام. طيب احنا قلنا القربة هنوصلها بالسالب في العربية نفسها. تمام. هنجيب الطرف التاني من ورا هيجي معانا لحد هنا. تمام. انا مركب الزرار ده بتاع القربة، هتوصل الطرف اللي انت جبته من القربة بطرف فرد من هنا. تمام. والطرف التاني هتاخده توصله للكهرباء، اي طرف كهرباء. ممكن توصله من طرف البطارية اقوى، بس قبل ما توصله تعمل له فيوز. قبل ما توصل لطرف البطارية تعمل له فيوز، او توصل لاي طرف، المهم انك تعمل له فيوز. يعني انت هتاخد الطرف التاني، الطرف الاولاني اللي جاي من القربة ركب هنا خلاص، الطرف التاني اللي هتاخده من هنا هتركب له فيوز وتطلعه على اي طرف كهرباء عمومي. يعني من طرف التسجيل ماشي، من طرف الولاعة ماشي، من طرف الازاز الكهرباء ماشي، والاصح انك تاخده على البطارية على طول. تمام. بالتالي كده انت عملته بالزرار، تتك عليه يفتح الشنطة على طول. طبعا دي صعبة عندنا قوي، لان ساعات انت بتبقى عايز بتدور العربية ومسخنها وعايز تفتح الشنطة، وطبعا بتبطل وترجع تدور تاني عشان تفتح، تجيب المفتاح وتفتح. ده سهل لنا الامور. لو مثلا انت في هايبر، حد عايز يفتش شنطتك، حد عايز تفتح حاجة في الشنطة، مشكلة انك بتحل تبطل العربية عشان تحل المفتاح وتروح تفتح الكالون ومش عارف ايه، شوية مشاكل كتيرة يعني. ده سهل علينا، ده بالزرار. تمام. وشغال برضو الكالون، يعني احنا برضو الكالون شغالينه بالكهرباء وبمفتاحه العادي. تابعوا معايا. ما تدخل يا محمود. حاضر. ادي كده مقفولة. ادي كده الشنطة مقفولة.
قفلنا المفتاح. طبعا انا عملت لكم الفيديو ده لهدف واحد بس، لاني انا قبل ما اعمل الشنطه دي لفيت على عربيات كتير قوي من زمايلنا واصدقائنا في الجروبات اللي عاملين شنطهم بتفتح بالكهرباء. اكتشفت ان هم بيبقوا مبدلين ده خالص وجايبين كالون شاهين ومقلوب. طبعا الخاصيه اللي هو بيعملها دي بيلغي المفتاح خالص، يعني الشنطه ما بتتفتحش الا كهرباء بس. وده طبعا انا مرضتش ان انا اعملها كده لهدف واحد بس. اولا لو القربة باظت، لو اي حاجه، يبقى كده الشنطه مش هتفتح. تمام. فانا حبيت اخليها على وضعها، ان هي تتعمل بالمفتاح وبنفس الكالون ده. يعني انا اخترت ان انا اعملها بنفس الكالون ده. طبعا الكالون ده صعب، لان مكان ال31 ضيق، مكان شنطه ال31 ضيقه. والكالون اساسا ده النوع ده نفسه صعب انك تعمل فيه قربة، صعب جدا. بس لقيت الطريقه اللي عملناها سهله جدا، و يعني سلسة، يعني من تكة واحدة بتشتغل على طول من غير أي حاجة. وطبعا بالزرار ده أنا عملته هنا. أنت تعمل الزرار في أي منطقة أنت محتاجها، أنت عايزها، في أي حاجة أنت عايز تعملها. ممكن تجيب مفتاح جرس وتركبه مكان ده وتفتح بيه وتقفل، بس أنا فضلت الزرار بالنسبة لي. طبعا تابعوا معايا ان شاء الله، هعلمكم ازاي تشغلوها على السنتر لوك باذن الله. ولو في اي استفسار، اي حاجه، حد فيكم عايز يستفسر عن اي حاجه، انا تحت امركم. بعتولي وانا تحت امركم كلكم، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.